ماتش جاي من اوروبا، مش جاي من العرب خالص. مبروك المغرب في نهائي كاس العرب، ومش عايز اقول ارض لك للاردن من الجمال اللي هم قدموه، من المتعه اللي هم قدموه، من يعني الريمونتادا اللي عملوها، بس للاسف الحظ ما كانش معاهم والمغرب فازت. جدعان يعني شايف بجد لما الحاجه بتاخد حقها، لما الناس بتدي حقها لحاجه. بص ايه اللي بيحصل في الاخر. بص النتيجه. مبروك لمنتخب المغرب، ومش دلوقتي بس، لا لقدام وللتاريخ والورا لكل حاجه. المغرب حرفيا دلوقتي بقت مكتسحه مش بس العرب، العالم. كاس الشباب، العالم للشباب خدوا، كاس العرب خدوا، وفي لسه افريقيا خدوا، وكاس عالم 2022 نص نهائي، ولسه الله اعلم يعملوا في كاس عالم. جدعان المغرب حرفيا يعني مركزه في اللي هي يعني في الرياضه دي وفي كل حاجه عشان تقدم لك ده. منتخب المغرب مش بس بيخطفك بجماله في الكوره، ده بيخطفك في جماله بره الكوره. لحظه تتويج المغرب تاريخيه ها، ناقص لهم افريقيا بس. فرحه طبعا كبيره جدا بعد تتويج نفس المنتخب ده اصلا افريقيا للمحليين. استنى بس، رايح فين؟ ده في لقطه اجمل من اللقطه اللي انا وريتها لك دلوقتي، لقطه العظيمه جدا واللي كلها حب اللي حصلت بين طارق السكتيوي وجمال سلامي لحظه تتويج المغرب بكاس العرب. منتخب المغرب عمل ممر شرف للاردن، جمال سلامي معدي خد طارق السكتيوي بالحضن، الاثنين اللي اشتغلوا مع بعض قبل كده، الاثنين اللي كسبوا بمنتخب المغرب بطولات. اما الراجل اللي قدامك ده فوزي الاقجع الداهيه المغربيه، صاحب الكلمه العليا في التطور اللي حصل في المغرب كله. تخيل ان المغرب بتعيش 2025 في تتويجات الذهب فقط. كاس العرب 2025، كاس الامم الافريقيه تحت 17 سنه، كاس العالم تحت 20 سنه، كاس الكونفدراليه لنهضه بركان، دوري ابطال افريقيا في الكره النسائيه. هل تفتكر انه يكون عامل تتويج كمان افريقيا والمغرب تقفل اللعبه ولا لا؟ تاريخي بتحقيق كاس العرب في قائمه وسلسله طويله من النجاحات لكره القدم المغربيه بعد مباراة مجنونة في كأس العرب، ولكن النجاح هو نجاح لسياسة ولرؤية، على عكس ما حدث في الجزائر. احنا اخترنا نظرية المؤامرة، أنه العالم يتآمر علينا، اخترنا نهب الأموال. اليوم المغرب يحقق جائزة ب7 ملايين دولار كاملة ستستثمر لتطوير كرة القدم المغربية أكثر، على عكس ما قمنا به نحن في الجزائر بتبذير الملايير بدون أي نجاح. المغرب نجح في قضية البنية التحتية، وده ما يمنعش أبدا أن الأردن عملت بطولة رائعة وكانت قريبة برضو من كأس العرب. اللقاء ابتدى بالمغرب حط جون، بعد كده الأردن جابت 2 وبقى 2-1 للأردن، وخلاص الأردن على وشك أخذ الكأس. في الدقيقة 88 عبد الرازق حمد الله يحط الهدف الثاني التعادل، فترجع المباراة تاني والمغرب يفوز باللقب. المغرب هو الأحق بالبطولة، لأن احنا بنشوف المغرب آخر 5 سنين ما عندهاش حاجة اسمها ما فيش موهوب، لا كلهم موهوبين بالفعل في كرة القدم. أعتقد كده إن المغرب لو فضل بالوتيرة دي هيفجر مفاجآت كبيرة جدا إن شاء الله في كأس أفريقيا اللي جاي. شموهاكم والسلام عليكم. صاي وهادو باش اعيد واكرر، هادو هادي ليكيب سي، وحنا اللي غادي نلعبوا معاهم في كوب دي موند. الاردن اللي لعبت اليوم تما حنا بس هي مغرب ربحت، حنا عندنا محرز وعندنا تما نشوفوا دروك هادوك شي انا تعاود دير مع اردن اكس ولا تخسر نهبل عليكم الجزائر، باسكو راكم تشوفوا الشجره منه باللي كيب سي جابت كوب دارها غير بلي كيب سي. بانت لي انا كوب دافريك ما يدوش كاع، هذاك عمر هبطوا كاع يدو غير دوزيام يجيبوها لهم، باسكو هاد الكرين اللي نلعبوا بها المغاربه ما كانش، ما حصلتش. بطبيعة الحال أكاديمية محمد السادس التي كانت نجاح كبير ورؤية للعاهل المغربي محمد السادس، المنشآت، الملاعب، البنية التحتية، وكأس إفريقيا لم يبقى لها إلا ساعات حتى تنطلق، كأس العالم لأقل من 20 سنة، نجاحات كبرى لكرة القدم المغربية، نصف نهائي كأس العالم للكبار. ولكن هذا كله نتيجة لرؤية ونتيجة لسياسة ناجحة، رغم أنه بطبيعة الحال أنصار النظام الجزائري كانوا يتمنون، خاصة بالملايين، كانوا يتمنون خسارة المنتخب المغربي. والكأس إلى الأردن إن شاء الله. هذا ما قالته واحدة من أقدر ما أنجبت الجزائر للأسف، ولكن الحالات هي بالملايين، لأنه صارت هناك عقدة كبيرة أمام نجاحات المغرب، رغم أنه البلد لا يتمتع بريع البترول والغاز كما هو الحال في الجزائر. مباراة من العيار الثقيل أمام أسود المغرب، النشامة ما منهم سلامة، واللي بيلعب قدامهم نفس البجامة. هات المغربي. الله يسامحك يا الاردني، تقول هات المغرب، ابلع يا حبيبي ابلع. الله، المغرب ابطال كأس العرب
سجدة شكر لله، سجدة شكر لله. اللي بيراهن على المغرب عمره ما بيخسر. هاتوا المغرب، هاتوا المغرب، اجوا المغرب اخذوا الكاس وراحوا. يسعد ربكم المغاربه اسود الاطلس. المغرب يكتب التاريخ، المغرب يكتب التاريخ ويفوز بكأس العرب للمرة الثانية في تاريخه. شكرا لكم وبرافو عليكم، تستاهلوا. المغرب شامبيون داراب، جابوها الرجال، يستاهلوا والله يستاهلوا. مدرب في المستوى، دراري في المستوى، اقسم بالله الا هاد الفرقه هادي بهذه المدرب هذا شارك في لاكوب دافريك والله تسمح للفرق كامل. تيك تاك، المغرب فعلتها، المغرب بطل لبطولة العرب. رسميا كاس العرب افريقيه مغربيه. مليون مبروك في ماتش مجنون، اجمل نهائي في تاريخ كل الدول العربيه. مليون مبروك للمغاربة، مليون مبروك للأسود، مليون مبروك للأبطال، مليون مبروك لطارق السكتاوي، مليون مبروك لكل لاعبين المغرب، مليون مبروك لكل شعب المغرب. جابوها الأسود، جابوها الأسود، جابوها الأبطال. شخصية لا ترضى بالقليل، شخصية لا ترضى بالانكسار، شخصية لا ترضى بالخسارة، شخصية لا ترضى إلا بالانتصار. حمد الله في فريقك، أنت في نعمة عظيمة. المغرب حطت ايدها على الكرة العربية والكرة الأفريقية وحلفت ما هتسيب حاجة لحد. انتهت أمتع مباراة في تاريخ العرب، مباراة نهائي بطولة كأس العرب بين المنتخب المغربي والمنتخب الأردني، بانتصار مثير للمنتخب المغربي على حساب منتخب النشامة. السيدات والسادة، مرحبا بنا وأهلا بكم في حقبة المغرب التاريخية، صناعة التاريخ الكروي لأسود الأطلس. منتخب المغرب أبطال العرب بعد الفوز بماراثون مش بمباراة لا ضد الأردن 3-2. ليس عليك سوى بالاستمتاع بما يقدمه المغرب على سبيل كرة القدم وما يقدمه المغرب على مستوى الأفراح. شامبيوني اولي اولي اولي. ملوك العرب، ملوك الافريق، ملوك العرب، انه المنتخب الوطني المغربي. مبروك يا مغرب، مبروك. هاتوا المغربي، هاتوا. ها مبروك. قلت وكانت النتيجه 1-0 وبعدين 1-1 و2-1 وقلت والله المنتخب المغربي بياخذ الكاس. مبروك يا مغرب، والله ان الدموع نزلت. مبروك حق هذا المنتخب، هذا فخر العرب. حي سكتيوي من جديد، نعم القائد الرشيد، خير مدرب لخير منتخب أكيد. علي الراية فاليوم عيد، وبأعلى صوت تجيد، ردد الوطنية نشيد. قد فعلها المغرب من جديد، فوز هو للتاريخ تخليد. فاسعد به منتخبا في الدفاع جلاميد، وسط الملعب جندي شهيد، وفي الهجوم صناديد. أسود تغزو الملعب تبيد، قد أقسمت للمغرب المجيد كأس العرب، ولا ينددن باسم المغرب تنديد. رسميا المغرب بطل العرب، والكل مجتهد النصيب فيستحق. ارضي لك للمنتخب الاردني، وكان نهائي تاريخي وللتاريخ، وبطالب ان احنا كل نهائيات نشوفها في استاد لوسيل في قطر. لا حمد الله ده ليه فيديو لوحده، وده ما ينفعش ان انا اقول اسمه كده في النص وخلاص، بس هو رجل المباراه يعني، ده في سر بينه وبين ربنا ما حدش يعرفه. المغاربه خوتنا بصحتكم، شمختوا التريكو، لعبتوا قلب ورب، تستاهلوه بصحتكم التتويج بكأس العرب. المغرب ابطال لكأس العرب، الف مبروك لاسود الاطلس. منتخب المغرب بيهزم منتخب الاردن 3-2، اتاخر في النتيجه ورجع تاني. منتخب اسود الاطلس بطل بكل المقاييس. منتخب المغرب بالمنتخب الثاني بيتوج بطلا لكأس العرب. 1000 تريليون مبروك لاخواتنا المغاربه، بتستاهلوا اللقب وبتستاهلوا انه الواحد يشجعكم. بالله عليك شفت لي منتخب متواضع اكثر من المنتخب المغربي؟ لا بصراحه منتخب المغرب متواضع قوي بصراحه. يعني شفت المنتخب السعودي وشفت القطريين ناخذ اللقب ولحنا مدري شو اخي اتواضع خلي الله يرفعك، من تواضع لله رفعك. يعني الماتش كله في ناحيه والفوز طبعا في ناحيه، الفوز التاريخي لتاني مره المنتخب المغربي هو بطل كاس العرب. يعني ده منتخب الله اكبر تروحوا تشاركوا بيه في كاس الامم مستريح وتكسبوا بيه البطوله، يعني الله اكبر عليه.